طبعا احنا بشر، كلنا بنزعل وكلنا بيحصل لنا مواقف تضايق، كلنا بنتعصب. في حاجات ممكن شخص يشوفها عادية ويعديها، وشخص تاني تأثر فيه وتضايقه. الفيديو ده هقول لكم على الأبراج اللي هي بتعمل من الحبة قبة زي ما بيقولوا. الأبراج اللي هي دايما بتتقمص بسرعة جدا، دراما كوينز أو دراما كينجز أو يعني ملوك الدراما من الآخر. شوية أبراج كده، أي تفصيلة صغيرة، يعني انت لو أنا مثلا حد عدى من قدامي دلوقتي، انا ممكن اقوم ازعق له واتخانق معاه، وازاي بتعدي من قدامي، انا قلت ما حدش يعدي، وهكذا. المهم، ملوك الدراما او بمعنى اصح بيحسوا اوفر، يعني الحاجات بتأثر فيهم بشكل اوفر عن البني ادمين عموما. مشاعرهم ديب قوي، حساسين جدا. وبما ان احنا بنقول كل الكلام ده، يبقى اكيد هنبدأ الفيديو ببرج ايه؟ برج السرطان. برج السرطان مش موضوع حساس، بس هو بيتأثر جدا 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 بأي حاجة بتحصل حواليه من الناس اللي بيحبهم. ونركز تاني على اللي بيحبهم، لأنه لو نفس الموقف حصل من شخص تاني مش هيتأثر ومش هيفرق معاه، وممكن ما ياخدش أساسا رد فعل. فإن هو يزعل منك، خليك عارف ومتأكد إن أنت فارق معاه وإن هو بيحبك. برج السرطان لما بيبقى في موقف معين مستني اللي قدامه، يعني لو احنا مثلا في موقف، هو بيبقى هيتصرف بشكل معين، هو بيحبك وانت غالي عنده وفارق معاه، فبيبقى شايف ان هو لو في الموقف ده ولو مكانك كان هيتصرف بالشكل ده. لو انت ما تصرفتش بالطريقة اللي هو كان مستنيك تتصرف بيها هيزعل. مش بيعرف يفصل بين انه احنا غير بعض وان انا مختلف عنك، فمش طبيعي ومش لوجيك ان انا لما ابقى مكانك اتصرف بنفس الطريقة ونفس الموقف، بس كلنا ردود افعالنا عليه مختلفة. هو ما بيعرفش يفصل، هو بيبقى دايما مستني اللي قدامه يعامله بنفس الطريقة اللي هو لو مكانه كان هيعامله بيها. فدي مشكلة عند برج السرطان، ان هو الحاجات بياخدها على مشاعره قوي وبتأثر فيه قوي. وخد بالك، مش بس الوحش، لو حاجة حلوة، انت لو رحت جبت له وردة ممكن حد تاني يقول لك ميرسي وبتاع ويفرح بيها ثانيتين وخلاص ويرميها. لكن برج العذراء، السرطان، لا، برج السرطان الوردة دي بالنسبة له ليها قيمة كبيرة جدا فوق ما انت متخيل. يعني زي ما الحاجة الوحشة بتأثر فيه وبتضايقه، الحاجة الحلوة بتأثر فيه قوي وبتفرحه. الوردة دي هتلاقيه اما طبقها وحطتها جوه كتاب، ومش بعيد يبروزها بعد ما تنشف ويعلقها عنده في الأوضة وتفضل ميموري. قصة بيعيش الحاجات قوي، يعني بيتأثر بالحاجات الحلوة والوحشة قوي، لأنه سنسيتيف، ومشاعره بتأثر فيه كتير. البرج اللي بعد كده على ذكر الأبراج القمصين، برج العقرب. برج العقرب من غير أي زعل، أنا بشوف إن هو برج قماص جدا، قماص اوفر، يعني بيزعل من أقل حاجة. يعني ما فيش كده يا جماعة، ما فيش كده. يعني لو احنا مثلا متصورين صورة وجيت قلت له ايه ده انت شكلك عامل كده ليه في الصورة، ممكن ما يكلمكش 3 ايام. انت ازاي تتريق على شكلي في الصورة؟ طب انا مش متصور معاك تاني. بيبقى العشم قتله شويتين. دايما الحاجة الصغيرة اللي ممكن تعدي وتبقى موقف ونضحك ونهزر. يعني اي برج الجوزاء مثلا لو في نفس الموقف هيقوم ردد عليك ومتريق عليك انت كمان، وخلص الموضوع على كده. بتريق عليها، اتريق عليك. العقرب لا، موقف، لا، ويفضل فاكرها لك، وممكن يجي لك بعد 3 سنين يقول لك فاكر لما اتصورنا مع بعض صورة واتريقت على شكلي في الصورة؟ انا مش هتصور معاك تاني. وممكن يردها لك، يفضل مرقد لك ويتريق عليك في موقف تاني بشكل تاني عشان يحس ان هو ساتسفايد كده وشافها غليله من كتر ما الموضوع اثر فيه. هو لازم يفهم ان الحياة ابسط من كده، وفي ناس تانية هو مش قاصد. في شخص تاني عفوي شوية، ما بيفكرش في الكلام قبل ما بيقوله، فالكلام بيطلع منه كده تلقائي، مش قصده يضايقك. فانت لازم تبقى عارف تفرق بين انك تزعل لما اللي قدامك يبقى قاصد يضايقك، وانك تعدي الموضوع وتفهمه وتتفهمه
لما يكون اللي قدامك شخص عفوي ومش قصده يضايقك، هو بيتعامل على سجيته زي ما بيقولوا، بطبيعته كده. فدول اول برجين، السرطان والعقرب. اللي حساس قوي برضو بس مش هتلاقيه بياخد اكشن، يعني مش بيبين لك اساسا ان هو اتضايق، بس هو بيعيش بقى قصه مع نفسه، وبرضو بيعمل من الحبه قبه، الحاجه الصغيره قوي بيكبرها. برج الحوت. بس برج الحوت الدراما بتاعته مش هتأثر عليك، فما فيش قلق منه. يعني هو برج الحوت لما هيتضايق منك، او لما الموضوع الصغير البسيط اللي انت عملته وما كنتش قاصد تضايقه بيه ده هو اتضايق واثر فيه قوي وشاله جواه وكده، هيعيشه مع نفسه. يعني هيعيش الدراما بس مع نفسه، مش هيوجع دماغك بيها، مش هيضايقك يعني بانه اتضايق. فدي الطف حاجه في برج الحوت. ايه تاني ابراج دراما؟ الثور. اوه انا ازاي كنت هنساه؟ دراما الثور دراما مش ممكن. الزعلة زعلة، يعني لو عملت حاجة ضايقته أجرك الله 3 سنين خصام مثلا، لحد ما تيجي وتقر وتعترف بغلطك وتقدم الفروض الولاء والطاعة زي ما بيقولوا، ويا يقبل يا ما يقبلش، هيسامحك يا لأ. الثور صعب قوي في المواقف، برضو من الناس اللي هو حنين قوي وحساس قوي، والحاجات بتأثر فيه، يعني الكلمة بتأثر فيه قوي، فبياخدها وبيبني عليها موضوع بقى. فهي مستني انك تكفر عن ذنبك. انت ضايقتني، انت فاهم يعني انت ضايقتني؟ صالح وكفر عن ذنبك. ف قلبه طيب قوي 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 قوي، وهيسامحك بس بعد ما يطلع روحك. فده بالنسبة لبرج الثور. ايه ابراج تانية دراما؟ اعتقد ان هي دي اكتر. الحمل هوبا. الحمل هوبا يعني ممكن على حسب مزاجه. يعني هو دلوقتي مزاجه رايق وانت عملت حاجة، ممكن يعديها لك وعادي، ويقعد يضحك معاك ويهزر معاك كمان. نفس الحاجة ممكن تعملها في وقت تاني هو متضايق او مقريف او في حاجة معكننة عليه، يلهوي نفس الحاجة الصغيرة اللي قد كده اللي هو كان بيضحك عليها تلاقيها بقت موضوع وخناقه ويزعق. وممكن يجيب لك الحاجه اللي قبل كده اللي هو كان بيضحك عليها دي، يقول لك اصل انا عديتها لك وقعدت اهزر وانت ما شلتش ده وما قدرتش و ويعمل لك موضوع بقى ايه، هوبا حسب الحاله دلوقتي عامله ازاي. فده برج الحمل. الاسد كمان، بس الاسد عشان هو عصبي شويه فممكن يبقى بيتنرفز بسرعه وبيعمل من الحبه قبه وبتاع وبيقلب دراما شويه، بس على الهادي، يعني برضو مش ما بيأفورش قوي، يعني بيأفور في العصبية، بس ما بيأفورش في رد الفعل على الحاجة. يعني هو ممكن مثلا لان هو بيتعصب بسرعة او هو بيتأثر بس مش بالشكل اللي هو يخليه يبقى دراما، يعني يعمل دراما، لا بالعكس، الموقف هو رد الفعل في ساعتها بيكبر قوي، بس بعدها بشويه بيخلص على طول، مش بيطول زي باقي الابراج. يعني باقي الابراج الموقف بيطول معاهم قوي، بياخد وقت. سواء السرطان او العقرب الموضوع بياخد وقت، بياخد مساحته في انه لا ما بيخلصش بسهوله خالص. لكن بالنسبه للاسد هو ممكن في لحظتها والموقف بيحصل يعمل موضوع ويكبر الموضوع جدا 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 فوق الوصف، بس بعدها بشويه خلص وينساه ويعديه خلاص، ما بيفضلش متخزن جواه ومتشال زي باقي الابراج. باقي الابراج صعبين، يعني صعبين في المواقف وصعبين في الدراما، وبالعكس ده ممكن يبقى اصلا ما فيش حاجه حصلت، احنا قاعدين اهو عادي وبنهزر وبنضحك وخارجين خروجه، تحصل حاجه تفكرني بموقف قديم كان مضايقني من 3 سنين، اكتئب واتضايق واقعد اعيط واقعد افتكر بقى كل الحاجات اللي حسيتها ساعتها وكل المواقف اللي عدت عليا اثرت على دراما 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 بس. فاشوفكم في فيديو تاني، وباي.